تحية طيبة أحبابي، ورجعت لكم فيديو جديد، فيديو للتوزيعات مثل ما شفتوا بالبداية. هسه راح أسولف لكم على التوزيعات الحلوة البسيطة، بس بداية أريد أحكي لكم على موضوع دجاج سادية، لأن 2 بنات كلموني بالتعليق وقالوا حرام ما يصير تسوونه ثواب. للعلم هذا الدجاج يبيعونه بالخليج وكلهم مسلمين، وإحنا الحمد لله هم مسلمين وشيعة وإن شاء الله ماكو فرق. فأنا قبل لا أشتري هذا الدجاج سألت واستشرعت، يلا سويته، لان انا بيومها ما ردنا نشتري ذبح، انا كله ذبح 80% شغله كله ذبح. سالت على هذا الدجاج قالوا ما بي اي اشكال، ما زال اللي يبيعه مسلم، يعني الانسان اذا اطمئن على شغله خلص بعد، فاحنا مطمئنين من هاي الناحيه. بس البنات حبوا قالوا خاف حرام كذا، فحبيت اجاوبهم لا اكثر. المهم هسه نرجع الموضوعنا اليوم مالت الثوابات والتوزيعات البسيطة. هنا أنا طبعا سويت كيكة، راح أكتب لكم مو كيكة واحدة، هي كيكتين. راح أكتب لكم مقاديرهم بصندوق الوصف. كيكتين وسويتهم التوزيعات ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا كلش طيبات. سويتهم على شكل أكواب صغار من هاي الجاهزة. راح أكتب لكم كل المقادير مثل ما شفتوا. خليت طبعا أنا 5 بيضات، وخليت كوبين سكر، وخليت تقريبا 6 أكواب طحين أو 5.5، وخلطتهم خلط جيد جدا، و2 بيكنج باودر و2 فانيلا، يعني صارت دمل الكيك. فسويته بهالشكل هذا. تقدرون تخلونه بالمايكروف وتقدرون تخلونه بالطباخ يعني بالفرن. أنا خليته بالفرن مدة تقريبا 12 دقيقة. ما شاء الله طلع كلش طيب. وهاي هم زاد عندي من عندها، سويتها بقالب صغير بهالشكل هذا، ووزعته ويا عصير وشربت. وما شاء الله حتى ما بقى تقريبا ربع ساعة كله خلص التوزيع. وزعوا بنونة وعباس وأحفادي وياهم. وهنا أنا من تجون تسوونه وتدخلونه بهاي الأكواب لا تخلونه هواي. أنا خليته هواي يعني تقريبا 3/4 الكوب، فصار هيك مثل اللي يعني نزل من عند الكيك، المفروض نصه يدخله. هنا أنا سوينا 3 أنواع من الشربت. هذا الشربت كلش طعمه طيب بالرمان، وشربت بالبرتقال، وخذوا وزعوا بنونة وعبوسي. وهاي هنا طبعا سوينا من هذا الشربت كلش طيب، شربت بالبرتقال، وهذا الشربت الثاني بس شوي هذا الثاني الأحمر طعمه ما عجبني لأن حالي كلش. المهم خففته هواي بالماء والثلج وخليته بالفريزر يبرد. خليتهم سوينا ما شاء الله تبارك الرحمن كلش هواي أنا والبنات. وكملنا ورتبناه وخلينا بالفريزر مالت الثلاجة مدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع. بعدها طلعناه وزعناه وكلش طيب. والناس ما شاء الله تبارك الرحمن تحب الشي شي برودة. هاي التوزيعات بسيطة بس راح تفيدكم، وخاصة للأطفال كلش يفرحون بيها. لازم احنا نعلم أطفالنا من الصغر على محبة الحسين أبا عبد الله. تبقى هاي المحبة مزروعة بقلوبتهم للكبر، ما ينسون الحسين. هنا أنا طبعا سويت كاستر، والطريقة موجودة على قناتي طريقة الكاستر. مثلا إذا تخلون 10 هم أكتب لكم أنا ما تنسونها، أكتبها لكم صندوق الوصف. هم سويت وخليته بهالشكل هاي. تقدرون انتم تسوونه بالشوكولات، تقدرون بالفراولة، تقدرون بالمشمش، فأنا سويته بالفراولة. وهنا أنا سويت كاستر أصفر، فطلع ما شاء الله تبارك الرحمن كلش طيب وعجب الناس. ومثل ما حكيت لكم خليته بالفريزر شوية تصير ببرودة كلش حلوة، لأن الصيف والدنيا حارة، فالناس تحب هاي الأشياء البسيطة الباردة. تصوروا يعني ننطيهم ويردون بعد. عباس يقولوا بنونة، يقول ماما حتى بننطي عصير يردون بعد أكثر عصير لأن الدنيا حارة، ويردون هذا الكاستر الطيب البارد، يعني هيك شلون يسلهم مع القلب. أتمنى رب العالمين يتقبل من عندنا ولو القليل. أبا عبد الله الحسين يتقبل من عندنا إن شاء الله. مستمرين على هاي الخدمة وباقيين على نهج آل بيت محمد وآل محمد. ومثل ما شفتوا أحبابي نكمل الفيديو وياكم. وهاي التوزيعات البسيطة صحيح هي جدا بسيطة وغير مكلفة، بس إلها أثر كبير في نفوس الأطفال والكبار يعني. والناس نشوف هيك أشياء راح تشجع تسوي لأطفالها. فيا ريت كلكم تبادرون بهذا الشيء أبدا ما يكلف. يعني تجيبوا لكم طالة شربات أو عصير انتم تحبونه بالبرتقال
بالرمان، وتخلون الثليج وماي بارد بثواب أبو عبد الله، لأن هاي الأيام يعني تنعاد مرة واحدة بالسنة. فدائما من نذكر عطش أبو عبد الله الحسين نوزع ماي، نوزع عصاير تشربوا الناس، تقرأ الفاتحة، يذكرون عطش الحسين أبو عبد الله. طبعا هنا حتى أحفادي خليتهم يشاركون بالتوزيعات على مود يبقون على هاي الذكرى ما ينسونها. شوفوا هنا خليته كله بالفريزر، بس هيك صار يعني شلون البارد كلش قريب للمجرش، طلعناه ووزعناه. وما شاء الله مثل ما حكيت تقريبا ربع ساعة خلص كله. وهاي هنا انتهينا، ورحت أنا أشرب شاي وأكل كيك أنا وأبو منونة. وبعدين راح أصور لكم اللقطات هسه مال التوزيعات اللي طلعوا منونة وعبوسي وأحفادي اثنينهم. وبهالشكل هسه تشوفونها وزعوا الأولاد، الأطفال وزعوا وأحفادي. وهنا أنا صورت لكم هاي اللقطات البسيطة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. خلص ورجعنا سوينا مرة ثانية، خذت تبنونة هنا والحمد لله. أتمنى إذا وصلتوا لهنا لا تنسونا بلايك وتعليق، وممنونة من عندكم، ممنونة من كل البنات الجدد والبنات اللي وياي من البداية متابعين الطيبين، تعليقاتكم جدا راقية، ممنونة منكم هواي. ربي يحفظكم ويقضي حوائجكم جميعا. وهاي هنا سوينا عشاء حبيت أصوره لكم كلش حلو بسيط. هنا طبعا هاي معكرونة أو سباجيتي بس تسلقونها وتخلونها، تخلون فوقها حشو، أي حشوة انتم تعجبكم تخلونها. أنا سويت بالدجاج، حمسته وخليت له شوية معجون وبهارات قليلة جدا وبصل وفلفل أخضر وخليته فوقها. وبعدين سويت بشاميل، خليت له شوية كريمة وطحين وزبد وفلفل أسود وشوية من بهارات الدجاج، صار كلش طيب. وخليته فوقها، خليته بالفرن، طلع شكله يجنن وطعمه كلش طيب. يعني هاي أكلة بسيطة بس كلش حلوة تفيدكم. وهسه راح أخليها بالفرن، راح تشوفون شكلها يطلع ايش قد حلو وطيبة جدا، طيبة وحلوة. بس أهم شي تسوون الحشوة طيبة وتخلونها عليها، وتخلون ايش قد عندكم جبن خلوه فوق البشاميل، راح تطلع كلش طيبة. هاي عشوة بسيطة وتنفع حتى غدوة إذا واحد مثلا يريد يسوي غدا بسيط، كلش طيبة وحلوة. بنات إن شاء الله انتظروني بالفيديوهات الجاية، راح أنزلكم توزيعات كلش حلوة وراح تفيدكم. مستمرة وياكم إن شاء الله، مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى رب العالمين يقضي حوائجكم وجاه الحسين أبو عبد الله. وبس خلص التوزيعات عن قريب راح أنزلكم السفرة اللي أسويها كل سنة، سفرة أم البنين. ممنونة من عندكم، مع ألف سلامة.